هم نفس العيله بس مختلفين يعني. بتاع قدام جنينه مول احسن خانقين مع بعض يعني. خلاص شيطان، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. تصدق يا باسم انتوا برنامج شدة الجبنة العظيمة دي وحاجات تانية في المطعم ده خليته المفضل لينا من زمان. وجبنا من عندهم اكتر حاجات بتطلب من المنيو، والمكان هو كريسبي اللي قدام جنينه مول. كريسبي يا جماعه اللي في مدينه نصر قدام جنينه مول. يعني الدروس كنا بنيجي بعد الدرس ناكل على طول. جبنا من عنده ايه بقى سندوتش زنجر وكريسبي، ووجبه ميكس دي بيبقى فيها اللي هو التشيكن رول بقى والكريسبي وشيش طاووق وبتاع. فيها كل حاجه حلوه عندهم تقريبا. هنبدا اول حاجه بالكريسبي اكسترا، ده بيبقى عليه جبنه شيدر وعليه مشروم وكول سلو بقى والحاجات بتاعتهم، والفراخ بتاعتهم نظيفه جدا. خش قول يا عم قول. قوي. افتح في تجمع بقى. الفيديو ده رساله للكريسبي، افتح في تجمع والله لازم. جنب البيت والله مش في لازم. حته في التجمع. البريدنج عامه تخين مش رفيع، بس هو طعمه حلو. هو مش طعمه مضايق. حلو قوي. ونظافه الفراخ وحجم الفراخ كبيره برضو مع البريدنج الكبير عادي. مش الصوص بتاعتهم حلوه، بس صوص الجبنه الشيدر بتاعهم مش احسن حاجه شويه، بس بقيه الحاجات اللي في الساندوتش حلوه. العيش حلو قوي، المشروم معلب برضو، بس في الميكس مش هيضايقك قوي يعني، اللي هو قشطه تمام يعني. ماشي، تاني حاجه بقى يا جماعه نجربها الزنجر. الزنجر ده بيبقى ايه الفرق بينه وبين الكريسبي؟ الفراخ نفسها تتبيلتها مختلفه. ما بيبقاش عليه الجبنه الشيدر ولا عليه كول الجبنة سلو. ولا كول سلو ولا طماطم. ولا خيار موتزاريلا مخلل. موتزاريلا ومشروم والمشروم معلب والفراخ والزنجر بس.